الحقيقة يا جماعة فاجئني أخونا محمد أبو هداية بطريقة هجومه على الهلال السعودي، خاصة قبل المباراة المهمة والمباراة المنتظرة ما بين الهلال والعين الإماراتي على مستوى دوري أبطال آسيا. والمفروض إن الهلال هو ممثل الكرة السعودية وممثل الدوري السعودي على المستوى الآسيوي في أهم بطولة قارية على مستوى الأندية. الحقيقة أخونا محمد أبو هداية طلع يسخر من وضع الهلال السعودي حاليا ومن منافسة الهلال السعودي حاليا على مستوى دوري أبطال آسيا، وذكرنا بحاجة قديمة جدا فيما معناه عايز يدي مؤشر ان الهلال مكانه الطبيعي ان هو يكون في مؤخرة المجموعة، وان الهلال مكانه الطبيعي ان هو ما يفوزش تماما بالمباريات بل يهزم في كل المباريات، او على اقصى تقدير ان هو يتعادل، ولكن بعد دعم الهلال الغير محدود وبعد تخسيس البطولة علشان تروح لاطراف بعينها، عرف بعد كده الهلال ان هو ينافس على مستوى دوري ابطال اسيا. عامة هنشوف مع بعض اللي قاله اخونا محمد ابو هداية، وعندنا رد زي ما بنقول على كل حرف في اطار المنطق. وخلينا نأكد اللي احنا بنقوله مع كل فيديو، ان احنا هنا مش بنهاجم شخص او اشخاص او كيانات بعينها، ولكن بنرد على الاراء والافكار في اطار الاحترام، وبنكن الاحترام والتقدير للجميع بلا استثناء. تعال نشوف اخونا محمد ابو هداية قال ايه ونرد عليه مع بعض. قال لك: ممثلنا العزيز في البطولة الاسيوية قبل الدعم وتخسيس البطولة بنظام التجمع. وحط لك هنا سكرين شوت يعتبر مجموعة كان موجود فيها الهلال السعودي، وكانت تضم استقلال طهران والعين الإماراتي والريان والهلال. وموجود هنا الهلال في مؤخرة المجموعة، موجود هنا الهلال الترتيب يعتبر الرابع في المجموعة بانتصارات 0 وبتعادلين وبأربع خسائر ومعاه نقطتين من تعادلين. وفي المقدمة طبعا استقلال طهران ب 12 نقطة، ويليه مباشرة العين الإماراتي ب 10 نقاط، والثالث الريان القطري، وفي الأخير الهلال السعودي. مبدئيا قبل ما ندخل في أي تفاصيل يا صديقي العزيز، هل الصورة دي اللي مكتوب فيها اسم الهلال وجنبه علم المملكة العربية السعودية المفروض إن هو في مؤخرة المجموعة، هل دي حاجة كويسة إن أنت تقول للناس الدوري السعودي بتاعنا ده الدوري القوي، فرقة مننا الممثل العزيز زي ما حضرتك ذكرته كان موجود في مؤخرة الجدول وتاريخه ومش تاريخه بدون ما ندخل فيه تفاصيل؟ هل دي حاجة كويسة يعني ان انت تحط صورة زي كده لممثل بلدك مثلا؟ مش فاهم ايه الغرض. ولكن مبدئيا يا صديقي العزيز قبل ما نرد على كل حرف، انزل اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة، وشرفنا وجودك معنا في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا اول باول. الحقيقة اللي لفت نظري في الصورة دي يا صديقي العزيز ان هنا جايب لك المجموعة موجود فيها الهلال والعين الاماراتي، وهنا هو بيدي دلالة طبعا للمباراة المنتظرة اللي هتقام ما بين الهلال والعين الاماراتي على مستوى دوري ابطال اسيا. بيقول في الماضي كان موجود الهلال مع العين الاماراتي في مجموعة، وشوف وضع العين الاماراتي فين وشوف وضع الهلال السعودي فين. وهنا بيقول لك ان الوضع اتغير. ليه الوضع اتغير والهلال اصبح منافس؟ بسبب الدعم وبسبب تخسيس البطولة ومش عارف بسبب ايه. مبدئيا عندنا رد، كل حاجة لها رد، وفي اطار المنطق بيقول لك البطولة صعبة فهي صعبة على الجميع، البطولة سهلة فهي سهلة على الجميع. إذن البطولة زمان كانت صعبة وكانت صعبة جدا، حضرتك حققت فيها ايه لما كانت صعبة؟ والهلال حقق فيها ايه من انجازات لما كانت صعبة؟ لحد سنة 2019 البطولة اللي حققها الهلال في نظامها القديم قبل النظام الجديد. ثم نيجي بعد كده البطولة لما أصبحت أسهل، حضرتك حققت ايه والهلال حقق ايه في البطولة الأسهل؟ نشوف الأرقام ونشوف النتائج وناخد المجمل. في المجمل وقتها كان الوضع ازاي ودلوقتي الوضع ازاي؟ بلا شك هتلاقي الوضع أفضل بالنسبة للهلال، هتلاقي الهلال هو المتصدر بلا شك. فالأمر بسيط جدا، الأمر صعب فهو صعب على الهلال والجميع، الأمر سهل فهو سهل على الهلال والجميع. البطولة لما بقت أسهل حضرتك ما حققتهاش ازاي؟ حضرتك ما أخدتهاش ازاي؟ لحد الموسم اللي احنا فيه ده حضرتك ازاي أصلا ما خدتش البطولة ولا وصلت دلوقتي للأدوار النهائية زي ما الهلال وصل؟ معرفتش توصل ازاي لما البطولة سهلة والبطولة ما فيش أسهل منها؟ نيجي بعد كده نتكلم على نقطة الدعم يا صديقي العزيز، الجميع أخذ دعم. اللي احنا نعرفه ان الجميع أخذ دعم لأن الجميع جاب صفقات. يعني هل حضرتك في الفرق بتاعتك ما جاتش صفقات؟ الفرق كلها ما جاتش فيها صفقات؟ لو هتبص على أي فرقة وهتبص على أي أسماء، لا يا صديقي العزيز، هتقول احنا عايزين الأسماء بتاعتنا دي، بس الكلام ده امتى؟ قبل بداية الدوري، قبل بداية الموسم، وقت الصفقات. لو بصيت للأسماء اللي موجودة في الاتحاد وبصيت للأسماء اللي موجودة في النصر، خلينا في الاثنين دول اللي هم كانوا موجودين في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم ده مع الهلال، لو بصيت على الصفقات اللي موجودة في الاتحاد والصفقات اللي موجودة في النصر
وبص على الصفقات اللي كانت موجوده في الهلال واللي جت للهلال، هتقول لا والله انا عايز الصفقات بتاعتي. الكلام ده امتى؟ قبل بدايه الدوري. ليه؟ لان الاسماء بتاعتك اسماء عالميه. ليه؟ لان الاسماء بتاعتك اسماء كبيره. ليه؟ لان الاسماء بتاعتك متوقع ان هي كانت تضيف ليك اكتر من اي اسم موجود حاليا في الهلال. هتقول لي الهلال، هقول لك الهلال ما كانش فيه اسم كبير غير نيمار، ونيمار مع احترام لحضرتك ما شاركش تماما في الانجازات اللي عملها الهلال. هتبص للاسماء اللي بعد كده، هتلاقي متروفيتش، هتلاقي نيفيز، هتلاقي سافيتش، هتلاقي مالكوم، هتلاقي ميشيل. كل الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها دي، لا بالعكس، الاسماء دي بالنسبه لما تيجي تقول لي ساديو ماني، لما تيجي تقول لي كريستيانو رونالدو، لما تيجي تقول لي بنزيما حامل البالون دور، جاي لك وهو حامل البالون دور، جاي لك وهو افضل لاعب على مستوى العالم، جاي لك والريال كان نفسه ان هو يجدد معاه وقال له مش هجدد ورايح الدوري السعودي، جاي لك كانتي هو افضل لاعب في العالم في المركز بتاعه. الاسماء دي لما كانت عندك، الاسماء دي لما هتسمع بيها تقول لا بالعكس، الاسماء دي طبعا مع احترامي للاسماء الموجوده في الهلال، الاسماء دي في عالم كره القدم الاوروبيه لا، اسماء كانت اقوى وكانت اعلى، والمفروض ان هي تضيف افضل بالنسبه لك. ولكن الواقع قال ايه؟ قال ان الاسماء اللي جابها الهلال اللي هي اصغر في الاسم من الاسماء دي ادت فنيا اقوى من الاسماء اللي كانت موجوده في النصر، او الاسماء اللي كانت موجوده في الاتحاد، او حتى الاسماء اللي كانت موجوده في الاهلي. بسبب ايه؟ بسبب العين اللي اختارت الاسماء اللي تيجي للهلال. الهلال جاب اسماء هو محتاجها، جاب صفقات فنيه هتعمل له اضافه، جاب صفقات فنيه متنوعه مستوى جميع المراكز، ما جابش كميه صفقات في مركز واحد معين بس في الهجوم واهمل بقيه المراكز. لا، الهلال نوع، الهلال جاب صفقات جعانه كوره، محتاجه ان هي تعمل بطولات، نفسها ان هي تعمل بطولات، هتقاتل في ارض الملعب. غيرك انت جبت اسماء، والاسماء دي مش هتفيدك. الاسماء دي ياما حققت بطولات وياما شبعت من البطولات. الهلال عنده مجلس اداره قوي، الهلال عنده منظومه كبيره جدا على مستوى اداره النادي. المنظومه دي بتمشي على اي فرد داخل النادي، فبالتالي دي مؤسسه ناجحه على المستوى الاداري ثم على المستوى الفني، تتمثل في الاداره الفنيه للمدير الفني جيسوس، مدير فني عبقري، مدير فني قوي. الاداره كان عندها رؤيه بدايه الموسم لما الناس كلها قالت جيسوس ده يمشي، الاداء مش هو الاداء المرجو، مش هو الاداء اللي احنا مستنيينه. اي نعم كان بيفوز، لكن الناس كانت مستنيه متعه اكتر وقالت الراجل ده يمشي. الاداره تمسكت بيه، الاداره كان عندها رؤيه، الاداره كان عندها ايمان بالمدرب ان المدرب ده هينجح وهيحقق نجاحات كبيره جدا. والواقع قال كده، الواقع قال ان نظره الاداره وثقه الاداره في المدرب كانت في محلها. الهلال مع جيسوس قضى افضل فتراته الفنيه على مدار تاريخ نادي الهلال. فدي كلها عوامل نجاح كانت موجوده في الهلال، وانت كان عندك عوامل المفروض ان هي تنجحك ولكن ما نجحتش، فالدعم راح لك والدعم راح للهلال. ولكن الهلال نجح وانت معرفتش ان انت تنجح، ومعرفتش ان انت تستغل الدعم اللي جالك كما ينبغي. مش فاهم دايما ايه اطار التشكيك، اطار الهجوم، اطار الانتقاص، اطار التقليل. وبعدين لما بتتكلم على حاجة انت بتتكلم في حاجة في الماضي، احنا خلينا في الحاضر دلوقتي. ومع ان الهلال محقق الماضي ومحقق الحاضر ومؤهل ان هو يحقق المستقبل بالاداء الاستثنائي اللي احنا شايفينه من الهلال، لكن مش فاهم ايه دايما الغرض من التشكيك والانتقاص من الهلال، ودايما في فترات حرجة قبل مباريات مهمة لتشتيت اللاعبين وتشتيت الجهاز الفني وتشتيت مجلس الإدارة وتشتيت الجميع وتشتيت جميع المؤسسة في الهلال قبل مباراة مهمة. ولكن الكلام ده ما بيفرقش تماما مع الهلال ولا مع الهلاليين. الناس مركزين في نجاحاتهم ومركزين في شغلهم، وبالتالي احنا بنشوف نتاج ده في أرض الملعب، إن احنا بنشوف نجاحات أكتر وأكتر. كل ما بيتم الهجوم أكتر على الهلال بنشوف نجاحات أكتر من الهلال بتبهرنا يوم بعد يوم. عامة نتمنى توفيق الهلال على مستوى المباراة الآسيوية مع العين الإماراتي. وطالما وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو يا صديقي العزيز، انزل اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وشرفني موجودة معنا في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.